استنادا إلى ما وصفها بأنها جملة من النقائص والهينات، قدم أبو يعرب المرزوقي استقالته أمس من منصبه كمستشار لدى رئيس الحكومة ومن مهامه كنائب عن حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي. وعلل أبو يعرب المرزوقي استقالته بأنه وقف على جملة من النقائص من خلال أداء الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة وفي أداء حركة النهضة بوجه الخصوص. وكان أبو يعرب المرزوقي قد ضمن نص استقالته الذي نشره على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك جملة من الملاحظات قال إنه لم يكن ليبديها لو تبين له أن تأليف الحكومة الجديدة تحرر من العيوب التي شابت تأليف الحكومة الحالية المستقيلة. مجموع هذه الملاحظات تدور بالأساس حول مسألة تأليف الحكومة التي اعتبرها محاصصة أوسع تجري بين قيادات الأحزاب المشاركة، إضافة إلى ضرورة تحرير جهاز الدولة من الاحتكار الحزبي واعتماد مبدأ المساواة بين المواطنين من شغل الوظائف مستثنيا الوظائف التي تتبع الحكم في بعده السياسي المتغير بمقتضى التداول.